تعالوا أقول لكم على أذكار جميلة لما نعملها ناخد ثواب كبير عند ربنا سبحانه وتعالى وناخد حسنات كتير. وطبعا كل حاجة بشاهد، يا بقرآن يا بحديث، يا آية قرآنية يا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا فضل قراءة آية الكرسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ليس بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعنا من دخول الجنة إلا الموت. ومن قرأ آية الكرسي عند نومه، برضو حديث في معناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي بيقرأ آية الكرسي عند النوم لا يزال عليه من الله حافظا حتى يصبح. يعني في ملائكة بتحفظنا حتى نصبح. طيب الموضوع ده صعب يا جماعة؟ يبقى احنا كده عرفنا ازاي نضمن دخول الجنة بعد الموت مباشرة، وعرفنا ازاي في ملك بيحرسنا عند النوم.